ما كنتش اتخيل عمري بصراحة اني هعاصر أزمة إنسانية بالبشاعة دي في العصر الحديث. انا اصلا كمان شغلي ليه علاقة بالعمل الإنساني، وعندي دراية بكل الأزمات الإنسانية اللي بتحصل في العالم. لكن كنتش متخيلة ان في حاجة بالحدة دي بالبشاعة دي هتحصل في حتة تبعنا، يعني لأهلنا عندنا، وهنعاصرها. ولأن الموضوع مش طبيعي والبشاعته مش طبيعية، أكيد وقعه علينا كلنا مش طبيعي. ده حقيقي. بقالنا شهر ونص تقريبا في في الأحداث، داخلين على شهر ونص. ما افتكرش إن في حد عارف يعيش حياته بشكل طبيعي. كل الناس متأثرة، و ومش الحل إن إحنا نتفرغ للقضية وما نعملش حاجة تانية في حياتنا. ومش الحل زي ما في ناس بتقول طز في المنتل هيلث وطز في صحة الناس النفسية، المهم الناس اللي بتموت. طبعا المهم الناس اللي بتموت، بس الحقيقة ان احنا لو صحتنا النفسية اتدمرت احنا ما بنخدمش القضية، بالعكس احنا ممكن نكون بنضرها. لان احنا محتاجين نبقى في مم. احسن حال عشان نبقى احنا الصوت اللي بيعبر عن اللي بيحصل، نبقى احنا اللي بنعرف ناخد اي افعال، ردود افعال في الحالة دي يمكن مم. تساعد. نبقى احنا كمان بنشتغل اكتر من العادي، بنشتغل اكتر من زمان بكتير عشان يبقى لنا تأثير ويبقى لنا صوت مسموع في العالم كله. فمش من مصلحة حد ان احنا تبقى صحتنا النفسية مش بخير، ومش من مصلحة حد انه يبطل يعيش حياته بشكل طبيعي. وبرضه مش من مصلحة القضية ان احنا يبقى الحل خلينا نقفل وما نبصش وما نتابعش الاخبار عشان احنا مش قادرين نعمل الاتنين في نفس الوقت. ازاي نقدر نعمل الاتنين في نفس الوقت؟ لان انا وناس كتير مستهلكين، مش قادرين نبقى منتجين، مش قادرين نشتغل، مش قادرين نركز في حياتنا، ومش عايزين نبطل ندعم، مش عايزين نبطل نتابع. في حاجة كده بنستخدمها إن إحنا جهازنا العصبي بيحتاج زي ما قلت ما بين الشدة والرخاء، ما بين إن أنا بتعرض لشيء صعب وفي نفس الوقت أبقى عندي مساحة ريليف، مساحة أقدر أرتاح فيها. فأنا حتى لو شفت، طبعا أول حاجة إن أنا أحاول قدر الإمكان ما يبقاش دي الطريقة الوحيدة اللي أنا بدعم بيها القضية، إن أنا أشوف مشاهد صعبة. في طرق تانية إن أنا أشوف مشاهد لطيفة، إن أنا أشوف المظاهرات، إن أنا أشوف الناس بتتكلم إزاي، الناس اللي بتوعي بالقضية، صانعي المحتوى اللي بيتكلموا عن القضية وبيوعوا بيها وبيتكلموا عن تاريخها وبيتكلموا عن اللي بيحصل وبيتكلموا عن إيه اللي بيحصل في العالم كله. فدي برضو معلومات مهم إن إحنا نعرفها. والمعرفة هنا قوة كبيرة جدا، لأن على الجانب الآخر في بروباجندا بتتعمل، وفي يعني في ناس بتراهن على إن إحنا نكون مضللين مش فاهمين وما نعرفش نرد وما نبقاش فاهمين القضية، فبالتالي ده جزء صح. كبير ومهم ومش قليل. فده صح. مثلا حاجة إن أنا أنوع المحتوى اللي أنا بستهلكه واللي أنا بعمله شير وبشوفه وبنشره حواليا. فده أول حاجة. الحاجة التانية هي إني زي ما قلت كده أنوع ما بين كمان طبيعة المحتوى اللي أنا بتعرض له أو بتعامل معاه. بمعنى إني لو شفت حاجة صعبة ما فيهاش حاجة إن أنا أعمل شير لحاجة صعبة، ده جزء من الحقيقة ومهم إن أنا أشاركه. بس مهم إن أنا أعمل حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إن أنا أبقى واعية أو أبقى واعي برد فعل جسمي وجهازي العصبي تجاه اللي أنا شايفاه ده، كجزء منه إن أنا بحترم جهازي العصبي وبحترم المشهد اللي أنا شفته. إن أنا محتاج أقعد معاه شوية، أشوف أنا حاسة بإيه، أشوف أنا ألاحظ مشاعري عاملة إزاي وآخد وقتي مع المشاعر دي. وإحنا بنسمع ناس كتير قوي بتتكلم إزاي بتبكي، إزاي بيبقوا غضبانين، إزاي بيبقوا زعلانين، إزاي بيبقوا يعني في ناس حتى عندها أعراض جسدية نتيجة لده، زي إن هم مثلا الأكل اللي بياكلوه ممكن يبقى طعمه متغير بسبب الاسترس العالي، فبالتالي طعم الأكل بيبقى ممرر، أو من هم يبقى عندهم صداع، كوابيس، مش عارفين يناموا، مش عارفين يركزوا. فبالتالي محتاجين يعني ندي فرصة لجسمنا ياخد ساعته وطاقته، بإننا ناخد بازز، ناخد وقفات، واخد لحظات كده أوقف وألاحظ أنا حاسة بإيه ما بين كل مشهد والتاني أنا بشوفهم يكونوا صعبين بهذا الشكل. ده الجانب الأول عليا أنا، اللي هي إزاي أحاول أحافظ على صلابتي النفسية في هذه الأوقات. فده أول حاجة، إن أنا هل ده لو أنا يخليني مثلا سوري، يخليني مثلا احدد وقت معين في اليوم اتفرج فيه على النوع ده من المحتوى واشاركه واقفل عليه بقية اليوم مثلا عشان اعرف اعمل توازن، ولا أنا اعملها شايفة إن ازاي؟
انا شايفه ان ده حاجه غير عمليه. كلنا بنفضل متابعين طول الوقت، وانتي ما تقدريش تتحكمي في نوعيه الكونتنت اللي بيجيلك بيظهر لك على السوشيال ميديا. لكن اللي ممكن نعمله هو ان انا اتحكم في انا بتعامل ازاي مع هذا النوع من المحتوى. احنا محتاجين نقبل ان احنا هنبقى بنجري ورا الاخبار ونشوف ايه اللي بيحصل، لان ده شكل من اشكال القلق والاهتمام. فمحتاجين بس نبتدي انظمه ازاي؟ هو ان انا الاحظ واوقف لحظات، احترم اللحظه اللي انا حاسه فيها بالالم دي، واحترم اللحظه اللي انا بشهد فيها الالم ده هيفرق جدا في ساعتي انا النفسيه. ده معناه ان انا بدي فرصه لجهازي العصبي ياخد الرد الفعل، ويدي فرصه للريليس او التفريغ او الارتخاء اللي بعد الشد اللي حصل بسبب اللي انا شفته. في جانب تاني هو ان احنا المحتوى ده المحتوى الصعب، المحتوى بشكل عام بقى اللي انا بشوفه او اللي انا بتابعه والاخبار اللي انا بشوفها. الصدمة بشكل عام أو الصدمة يعني أيا كان نوع الصدمة، إحنا بنتعرض دلوقتي لاحتمالية الصدمة الثانوية أو الفايكاريوس تروما، اللي هي بتحصل لما بنكون شاهدين على إن حد تاني بيتعرض لأذى أو بيحصل له يعني حد في موقف لا يقوى ولا يقدر على الدفاع عن نفسه أو إن هو يحمي نفسه. فبالتالي واللي احنا بنشوفه صعب، وهو يرقى زيه. هي نوع من انواع الصدمات، فهي مش عشان هي صدمه ثانويه فهي مش صدمه، لا هي صدمه. وبالتالي الناس ممكن جدا لو حد صحته النفسيه صعبه او عنده مشاكل من قبل كده او تعرض لصدمات قبل كده او حتى بيتعالج او عنده اكتئاب او قلق، فبالتالي جهازه العصبي اصلا في العادي مشغول وشغال شايل حاجه بيشتغل معاها، وده شايل. الحقيقة نسبة كبيرة قوي، يعني حتى لو ما قلنا ان مفيش ناس كتير عندها اكتئاب، بس اعتقد ان نسبة كبيرة جدا من الناس اللي نعرفهم بنتعامل بشكل يومي عندهم نوع من انواع القلق والتوتر النفسي بسبب ضغوط الحياة. فاصلا احنا بالظبط، جهازنا العصبي مش مستحمل. بالظبط. فانا بالتالي اللي انا بشوفه الزياده ده هو بيحط عليا تقل وحمل زياده اكتر. فانا محتاجه اخد بالي من نفسي. لو انا عندي مشاكل نفسيه، محتاجه ما بطلش اروح للثيرابيست بتاعي، محتاجه اطلب المساعده، محتاجه اخد وقت واتصل بمصادر الدعم اللي حواليا، الناس اللي هم اصحابي، حد قريب مني، اتكلم مع حد. الصدمه من الحاجات اللي بتعملها هي انها بتخلق سردية معينة عند أي شخص بيتصدم، مضمونها أنت لوحدك، محدش حاسس بيك، اللي أنت بتمر بيه ده محدش تاني بيمر بيه، وبالتالي أنت مفيش حاجة في إيدك تعملها. والحقيقة إن اللي إحنا فيه دلوقتي ده بالذات مختلف عن كده. ده مش بس إحنا مش لوحدنا، ده إحنا مش لوحدنا هنا في المنطقة العربية، ده إحنا معانا ناس من كل حتة في العالم. في ناس بتوقف السفن اللي فيها الأسلحة، وناس بتوقف طرق وتوقف كباري كبيرة جدا، ويعني بيعملوا حاجات بجد حقيقي مش منطقية، بس هما بيعملوا ده علشان مؤمنين بالقضية. فبالتالي احنا مش لوحدنا، ولا مش احنا بس اللي حاسين بده، ناس كتير جدا حوالين العالم مش حاسة بنفس المشاعر دي. فبالتالي علشان أأكد على السردية دي مهم قوي ان انا اشوفها، فما بقاش بس بشوف الألم، أشوف كمان الأمل الناحية التانية. ده يجيبني لنقطة مهمة، انه حتى لو انا بثقف نفسي بس عن القضية، بوعي الدايرة اللي حواليا، بقرا، بتابع، بشوف دوكيومنتري، بتثقف، ده يجيبني لنقطة انه لازم في الظروف الصعبة قوي دي افكر، ابص على الزوايا اللي ممكن استفيد منها او مش استفيد منها بشكل شخصي، اللي ايه الاستفادة اللي ممكن تطلع من هذه الأزمة. النهاردة ممكن نقول انه من الحاجات الإيجابية اللي عملتها الأزمة الحالية ان الناس رجعت تتكلم في القضية الفلسطينية تاني، ان هي أحيت القضية الفلسطينية على المستوى المحلي والدولي. احنا كنا نسينا ان الفلسطينيين عايشين كده، وان دي حياتهم، طبعا مش بالبشاعة دي، بس ان هم عايشين في حصار وعايشين في ظروف صعبة وقاسية جدا ومسلوبين من حقوقهم الطبيعية البسيطة في الحياة. ده كأنه جرس انذار لحاجات تانية كتير، منها ان احنا نرجع نتثقف، نبقى عندنا وعي، منها ان احنا نتمسك بهويتنا العربية ونكسر فكرة انه اي حاجة من الغرب هي اللي صح، هي اللي حلوة، هي اللي بتفهمنا. الحقيقة ان
لازم أعتقد إنه من الحاجات اللي نشتغل على نفسنا فيها في الأزمة دي علشان خاطر نتغلب على صعوبة الموقف، إن إحنا ندور على النقط المضيئة اللي ممكن نشتغل عليها. إيه اللي إحنا ممكن نطلع منه نقول إن دي حاجة إيجابية لازم نستفيد منها أو نشتغل على نفسنا إزاي. أنا بقول مثلا من وجهة نظري شايفة إن إحنا لازم نشتغل أكتر بكتير. الدافع اللي عندي دلوقتي إن أنا عايزة أركز في شغلي قوي. في كمان نقطة تانية هي إن إحنا دلوقتي في وسط كل اللي بيحصل ده، إحنا بنبتدي نستوعب إن يعني إن إحنا مش أولًا إن إحنا مش لوحدنا، وإن مش إحنا بس اللي شايفين القضية، وإن في ناس تانية كتير بما فيها يهود مثلًا غير مطبّعين مع اللي بيحصل في إسرائيل، غير صهيونيين، فبالتالي بيحصل كده تفكيك للأفكار بشكل واضح، والأمور بقت واضحة جدًا، ما فيش لبس على أي حد. فطبعًا في جانب من الموضوع إن إحنا ابتدينا نشوف ونعرف مين من الناس المشهورة مثلًا على سبيل المثال واخد موقف ومين مش واخد موقف وليه. مش بس كده، فكرة إن إحنا أصلًا نبقى بنجري ورا المشاهير ونشوف هُم بيعملوا إيه فنعمل زيّهم، أو خلاص بقى باين. أي حد كان بيتكلم قبل كده عن حقوق الإنسان والحريات بيبان دلوقتي لمّا بنشوف مواقفهم الحقيقية في مواقف زي كده. أو حتى كمان اللي بيتحججوا بإن هُم مش فاهمين أو مش عارفين أو الموضوع مُعقّد. الإنترنت موجود، يعني سهل أوي أي حد يعلّم نَفْسه، يعرّف نَفْسه ويثقّف نَفْسه. مش بس كده، الناس من جوّه بتتكلّم عن اللي بيحصل، يعني الصورة منقولة live، يعني أنت مش محتاج أصلًا تدوّر على أي شيء تاني يعني. كمان حاجة تانية، وأعتقد دي كمان بترجّعنا تاني للنقطة بتاعة آمم إزاي نتعامل مع صحتنا النفسية، وإزاي يبقى عندنا طاقة واستمرارية أو استدامة أكتر من استمرارية، إن إحنا دعمنا يفضل مستدام ونفضل مكملين وما نوقّفش. ولو وقّفت أنا باوقّف إزاي وليه، وما يبقاش بمعنى إن أنا ما بارجعش، لأ، يعني ينفع جدًا. أنا شخصيًا في يوم كان يوم صعب جدًا بالنسبة لي، كنت خلاص مش قادرة وتعبت جدًا وكنت يعني كنت very heartbroken، كنت حاسة فعلًا إن قلبي اتكسر من كتر اللي أنا شُفته. فخدت يوم كنت باقرا قرآن، كنت باوعّي نفسي عن القضية، كنت باخد وقت كده إن أنا أحس بالعزاء والحزن تجاه كل اللي بيحصل. فأنا فلمّا أدّي لنفسي الpermission أو السماحية إن أنا ينفع آخد هُدنة، حتى لو دقيقة، حتى لو 10 دقايق، حتى لو ساعتين، حتى لو أنا في وقت الشغل مثلًا، ممكن جدًا أقرر إن أنا في وقت الشغل مش هافتح حاجة، مش هاعرف حاجة عشان أعرف أركّز زي ما أنتِ قُلتِ كده، وبعد ما أخلّص الشغل أبُص على الأخبار. فما بقاش طول الوقت باجري على pieces من الأخبار مخلّياني طول اليوم مضغوطة وطول اليوم anxious. لأ، ممكن جدًا أركّز شوية ده على أوقات محددة. أنا اللي باقرر وأنا اللي بابدأ، فبالتالي أنا باجهز للي أنا هاشوفه. أنا عارفة إن الأخبار دي صعبة، فبالتالي ممكن جدًا أحاول ألاقي مكان مريح أقعد فيه وأنا باتفرّج على الأخبار دي. ممكن ما أقعدش أتفرّج على الأخبار دي لوحدي، أقعد مع حد تاني معايا عايش معايا. يعني أنا شخصيًا في أخبار لمّا باجي أشوفها، باقعد مع جوزي أشوفها معاه، علشان إحنا لمّا بنحس إن إحنا مع حد ما بنحسش إن إحنا لوحدنا، فبالتالي بيبقى أسهل إن إحنا نcorrelate، نعمل تنظيم لمشاعرنا وردود أفعالنا، وجهازنا العصبي يحس إن إحنا قادرين على احتواء اللي بيحصل. هو الألم كبير وصعب بس أنا قادرة على احتوائه، فبالتالي جسمي يعرف يرجع تاني من حالة الخطر والقلق والضغط الناتج عن إن أنا شُفت مشهد صعب جدًا، لإن أنا أرجع تاني لحالة الأمان، على الأقل الأمان النسبي، الأمان جوايا، إن أنا أعرف أرجع تاني لمصادري، للحاجات اللي بتخلّيني أحس بالأمان. دي برضه من ضمن الحاجات اللي مهم أوي ناخد بالنا منها. يا ترى إيه الحاجات اللي بتساعدني أحس إن أنا grounded أكتر، أحس إن أنا في رجلي ثابتة أكتر، وأحس إن أنا قادرة أكتر. يعني ممكن يبقى عادات معيّنة إحنا بنعملها، ممكن يبقى يعني أنا شخصيًا طول الفترة اللي فاتت دي دايمًا حاطة مثلًا الشال اللي أنا حاطاه على كتفي ده، لإنه بيدّيني weight، فبيخلّيني grounded غصب عني مثلًا. إمم. في ناس ممكن تبقى إنها تبقى لابسة الكوفية الفلسطيني طول الوقت، أو إن حد يبقى آمم بيقرا قرآن مثلًا من وقت للتاني، أو حد يبقى بيسمع أغاني فلسطيني، فيبقى حاسس شوية بروح الموضوع.
يعني فبالتالي صاحبتي مهم قالت لي قوي. الحل انك تشغلي اغنيه الحلم العربي بصوت عالي وتقعدي تغني معاها. بالظبط، هي ايوه. بتساعد نفسها كده. الغنى الغنى من مم. الحاجات اللي بتخلينا نعرف نرجليت مشاعرنا، مم. لان انا بعمل حاجه وصوتي بيطلع. انا مش صوتي مكتوم، انا مش قليله، انا يعني. فكل الحاجات دي كلها بتفرق جدا جدا جدا. يعني على قد ما ساعات بيبقى عندنا احكام على الحاجات دي، بس هي فعلا بتفرق. ما كنت لسه بقى هقولك المشكله ان في ناس كتير بتحس بالذنب اول ما تيجي تفصل وتعمل حاجه، حتى لو مش عشان مش على سبيل الرفاهيه، على سبيل ان انا اساعد نفسي آم، ارجع تاني بس لحالتي الطبيعيه عشان اقدر اكونسيوم استهلك او اتابع اخبار تاني واتفرج على محتوى تاني. ناس بتحس بالذنب، ممكن حد يحس بالذنب لو نزل خرج شرب حاجه او قعد في مكان لطيف او اتفرج على فيلم مثلا عشان يفصل او مسلسل او. الناس عندها احساس بالذنب كبير، لازم برضو نعرف ازاي نتعامل معاه. انا الحقيقه ما عنديش اجابه برضو، فيعني بسالك ازاي الناس تتعامل مع احساسها بالذنب لو مارست حياتها بشكل طيب. طبيعي أم علشان خاطر تفصل وترجع تاني تقدر تتابع. أم. الإحساس بالذنب ده، أنا شخصيا مش مؤمنة بالفكرة بتاعت ذنب النجي. الناس بتقعد، يعني أنا عارفة في ناس كتير قوي متخصصين ويعني ومشهورين جدا بيتكلموا عن ذنب النجي، إن الشخص اللي نجي أو اللي ما بيتعرضش للشيء ده عنده شعور بالذنب. بس أنا شخصيا مؤمنة إن ذنب الناجي ده هو الكولكتيف نيرفس سيستم ات بلاي، بمعنى إن إحنا عندنا جهاز عصبي مش جمعي، بيجمعنا ببعض، بيخلينا نحس ببعض. وبالتالي لو في حد في وسط الجمع ده، في وسط الشعب ده، في وسط المجموعة دي بيتعرض لشيء مؤلم، فأنا كمان بتألم. وده اللي بيخلينا بنساعد بعض، هو ده اللي بيخلينا نقف جنب بعض. هو ده اللي بيخلينا لما اشوف حد بيتأذي، طالما انا جزء من ده، هتلاقي باخد رد فعل علشان احمي الشخص ده. فبالتالي ادراكنا للفكرة دي يخلينا نعرف ان انا زي ما انا هعرف محتاجة اصدق في الفكرة دي ان انا جزء من اللي بيحصل. انا مش نجيت، هو احنا لسه في وسط الموضوع. انا شاهد على اللي بيحصل، وشهادتي دي في ذاتها ليها تقل. فعشان اعرف اتعامل مع الالم ده، عندي حاجه من الاتنين: يا اما احس بالذنب، ولما احس بالذنب او لما احس بالغضب وما اعرفش اتعامل معاه، بيحصل ايه؟ بحس بالذنب. مم. يعني يا اما هوجه الغضب ده لنفسي، فابقى غضبان من نفسي ان انا ازاي انا ما بعملش حاجه، ازاي انا مبسوط وهما مش مبسوطين، ازاي انا بيحصل معايا كده وهما بيحصل معاهم كده. آم، ازاي و اخرج او اتبسط او اكل اكل نظيف او اعمل بالظبط. اي حاجه فيها راحه او رفاهيه. في ناس و- حاسه بالذنب ان هي عايشه في امان، يعني فكره احساسي ان انا عايشه في امان محساني. ده في ناس مش لاقياه عايشه في الشارع يعني. فانا ففي الجزء الاولاني ان الغضب ممكن يتحول ان احنا نوجه الغضب لنفسنا، اللي هو الاحساس بالذنب، او نوجه الغضب للاخرين. وده بيحصل وبنشوفه على السوشيال ميديا. مم. فنلاقي ايه؟ تخوين. انت مقاطع ولا مش مقاطع؟ ومقاطع ايه؟ وانت ازاي بتشرب الحاجه دي وازاي بتاكل الحاجه دي؟ انت كده خاين، انت كده معرفش ايه، انت بتغني للقضيه، يبقى انت ما عندكش دم، او انت معرفش ايه. ونبقى بنلاقي كده حاجات ملهاش اي معنى. ليه؟ لان الناس غضبانه بس مش عارفه تودي غضبها فين، ومش مم. عارفين يشيلوه. في فرق تاني بقى، هو ان انا اخلي الغضب ده يبقى وقود ان انا اعمل شيء. فممكن جدا اشوف انا ممكن اعمل ايه مختلف. يعني في جزء منه انا هعمل ايه زي ما كلنا بنعمل سوشيال ميديا، اوعي، اتكلم، اتابع الاخبار. ده جزء اساسي كلنا بنعرف نعمله. بس انا بقى كياسمين او ككل شخص، ايه المختلف اللي ممكن اعمله؟ في ناس مثلا على سبيل المثال، انا شفت كذا حد بيعمل كده. حد مثلا كونتنت كرييتور في الطبخ، راح عامل ايه؟ راح عامل فيديو بيعرف بيه من المطبخ الفلسطيني، او بيوري طريقه عمل المقلوبه، وفي وسط الكلام بيتكلم عن اللي بيحصل. في حد تاني مثلا بيرسم، فرسمت الكوفيه الفلسطيني وشرحت كل جزء منها بيتكلم عن ايه. فحتى ده لو من باب الموضوع تفريغ الطاقة مش من باب التأثير، لأن ممكن حد يحس إنه أنا بعرف أرسم بس أنا مثلا لا أمتهن الرسم فما برسمش وأبيع ومحدش بيشوفه. حتى مش لو ده من لازم باب إن أنا بعبر عن اللي جوايا، اكشن. فأحس إن أنا جزء، أعمل أكشن، أحس إن أنا جزء من اللي بيحصل، بفرغ طاقة.
ده اللي احول تقصديه. غضبي. اوكي. بالظبط، احول غضبي لاكشن. لو انا مم. في بلد او في مكان بيحصل فيه مظاهرات، انزل المظاهرات. ممكن جدا مم. انا في كذا يوم من على مدار الايام اللي فاتت خدت لحظات كده كنت بفنت وبزعق وبشتم وبتكلم بمنتهى الغضب، وبعبر عن غضبي مع حد من القريبين مني. مم. فينفع حتى نعمل كده، لان احنا في الاخر لو احنا لينا دور دلوقتي بنعمله، فمهم قوي نحافظ على نفسيتنا عشان نعرف نكمله. حتى شكرا. لو انا هاخد. دي حاجة مهمة جدا. لازم نحافظ على صحتنا النفسية حتى في الأوقات الصعبة دي. دي مش رفاهية. وده اللي عايزة الناس تفهمه، أنا صحتي النفسية مش رفاهية. مش عشان في ناس عندها مشكلة أكبر بكتير من اللي أنا عايشاها أبقى أنا ما استاهلش إن أنا أحافظ على صحتي النفسية. صحتي النفسية شيء أساسي علشان أفضل منتجة، علشان أفضل فاعلة في المجتمع، عشان يبقى لي تأثير، علشان أقدر حتى أجيب الطاقة اللي تخليني أفضل أتابع. يعني جلد الذات مش هيودينا في حتة. هو جلد الذات جاي من ان انا لوحدي، من السرديه بتاعت انا لوحدي، فانا مم. حاسس بالشعور ده لوحدي، وبوجه الغضب ده تجاه نفسي، وكاني مش جزء من مجموعه هم كمان حاسين بالمشاعر دي، وكأن الغضب بتاعي ده مش عارفه اوديه في حته فبرميه على نفسي. أتمنى ياسمين، أتمنى إن اللي إحنا قلناه النهاردة واتكلمنا فيه يفيد الناس. أعتقد ناس كتير أوي محتاجة تسمع الكلام ده. ناس كتير محتاجة تهدى على نفسها. ما تجلدش نفسها زي ما قلنا. ما تحسش بالذنب لأنها في ظروف تانية أسهل، أحسن، أأمن. وأكيد في حكمة. أنا بقول كل حاجة فيها حكمة حتى لو إحنا مش فاهمينها. ربنا عنده حكمة من اللي بيحصل حتى لو إحنا مش فاهمينها دلوقتي، مسيرنا هنفهمها. بس أعتقد إن من الحاجات اللي إحنا نقدر نفكها نقول إن ممكن من اللي ربنا عايز يوصله لنا أو اللي الأزمة دي عايزة توصله لنا، إن إحنا نفتكر اللي بيحصل، نرجع القضية للنور تاني، نثقف نفسنا، نشتغل على هويتنا، ناخد ثقة في نفسنا مش من جاية من الغرب، سواء احنا او الاجيال الجديدة اللي كل ثقتها او اعتماديتها في معلوماتها وفي تأثيرها جاي من الغرب. دي فرصة ان احنا نقول لا، احنا لازم احنا اللي نبقى نتحكم في السردية بتاعتنا، في الناراتيف بتاعنا. و وخلقة الدنيا كده، الدنيا كده في ناس بتعاني وفي ناس في الناحية التانية معاناتها أقل، علشان خاطر يمكن هي في حتة مش في قلب المعاناة عشان تساعد الناس اللي في المعاناة. ما هو احنا ومش هنساعدهم لو حياتنا وقفت. ميرسي ياسمين جدا، متشكرة قوي. شكرا ان يا شاء رنا. الله نتكلم تاني يا رب في ظروف احسن من تاني دي. في ظروف افضل، ونتكلم في حاجات يا رب تانية. ان شاء الله نتكلم في ظروف احسن من كده.